المسألة بالنسبة لي واضحة تمام الوضوح، لأنها قضية شخصية. أن ترتدي المرأة ما تريد، أو الشخص يعني مرأة أو رجل، هي مسألة شخصية، حرية شخصية. المشكلة هو أن لا يقع فرض على أي كان أن يرتدي شيء لا يرغب فيه. فبالتالي المسألة متاع الحجاب هي مسألة عند عدد من النساء عقائدية، تعتقد بأن الحجاب هو فرض إسلامي، وبالتالي ترتدي الحجاب. هذا حق لا يمكن أن يتطرق إليه الجدل أو النقاش. علاش؟ على خاطر من النظرة الفلسفية الديمقراطية والتحررية، هو أن الدولة باعتبارها أنها قوة قهرية، يعني بيدها هي تحتكر العنف، هي المجتمع يعطيها ذلك الاحتكار وتلك القوة القهرية للحفاظ على 3 أشياء أساسية: الحق في الحياة، والحق في المال، والحريات الشخصية والذاتية. إذا انحرفت الدولة عن هذه الأهداف ال3 تصبح القوانين جائرة، وهي غير يعني الناس عندهم الحق بأن يثوروا في وجهها. وبالتالي اليوم المسألة خارج نطاق الجدل. المنشور 108 وقفوا في وجهه مش الإسلاميين فقط، وإنما عدد واسع من الديمقراطيين والتحرريين، ومن بينهم أنا شخصيا لمدة سنوات طويلة في عهد الاستبداد. فبالتالي ما يجيش على مخ أي إنسان باش اليوم يجادل في حق المرأة التونسية بأن ترتدي الحجاب أو لا ترتدي الحجاب. إذا المسألة شنو هي؟ جدل مفتعل من طرف بعض الخصوم السياسيين اللي ما عندهمش قوة الحجة، واللي أيضا تنقصهم شيئا ما النزاهة الفكرية. جادلني بما هو حقيقي. أنا قلت بقطع النظر عن كل مسألة ذوقية، الإنسان لا يحاسب على ذوقه وإنما على موقفه السياسي. قلت دائما بأن هذه المسألة منقسم عليها المجتمع بين متدينات يرتدين الحجاب ونساء مسلمات لا يرتدين الحجاب، وهي مسألة حرية لا دخل للدولة فيها. يمكن أن يقوم الجدل في وسط المجتمع المدني، هل ترى هذا من فرض ديني أو ما هوش فرض ديني، هل ترى محبذ غير محبذ، هذه أيضا تدخل في نطاق الحرية. أما ما أنكره أنا شخصيا هو حق الدولة في أن تتدخل بمنع هذا النوع من اللباس، أو فرض أي نوع من اللباس، أو الالتحاء، أو أي شيء يتعلق بالحرية الشخصية. والشيء اللي أنا نحب نضيفه هو أني بقدر ما ننكر على الدولة حقها بأن تمنع المتحجبات من حقوقهم في الإدارة أو في غيرها من مجالات الحياة، أنكر على أي جماعة مهما كانت التعلة اللي تستعملها بما فيها الدين أن تحاول فرض الحجاب على النساء اللائي لا يرغبن في ارتداء الحجاب. إذن مرة أخرى الحجاب حرية شخصية، لا يحق للدولة كقوة قهرية أن تمنحها، ولا يحق لأي جماعة مهما كانت أن تفرضها على غير المتحجبات. أختم فأقول بأن هذا الجدل ما عندوش أساس، وكيف ما جاء في القرآن الكريم: أما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العلي العظيم.